المنتخب المغربي البارح الاولاد ديجا حلوا بالباهي مباراه المنتخب المغربي وايضا نظيره البلجيكي، وحكاو ارقام ودي ستاتستيك. وتحيه كبيره للشيف الفخفاخ، نورنا نجم النجوم البارح حاضر معنا. نجم النجوم معلم. نجم ديجا اسمع يتفاعل على البلاصه. ديجا نحكي على محمد قدوس قال لي كيفاش كمال الدين سليمان كان جا هنا نكمل ثمانية طالين اكد لك حاتم. نعرف الموضوع. السؤال المطروح عصام اليوم، حسب ما شفت انت منتخب المغرب تقريبا في 98 بالنسخه بتاع النسخه العزيزه بتاع مصطفى حاجي بتاع شيبو بتاع شيبه وبتاع عبد الجليل الحده كماتش وغيره وقت لعبوا اللعبه بلغه الكورجيه. سلاح الدين بصير نايبت نور الدين نايبت. وقتها ربحت اسكتلندا، خسرت مع البرازيل، تعادلت مع النرويج، لعبوا اللعبه المغرب. 2006 ربما وقتها مشينا احنا لابول قوي ياسر، جمعيه كاسحه. اليوم المغرب، السؤال مطروح، هل قادر المنتخب المغربي على احداث المفاجاه والذهاب بعيدا في المونديال؟ نحكيو بعيدا عصام، ربع نهائي. قادر وهذا مش كلامي انا، راه قناه قطريه عملت انترفيو لويسلي شنايدر اللاعب الهولندي الممتاز معروف. قالوا له شكون ترشح في مش يكون مفاجأة في المونديال هذا؟ قال لهم انا نشوف المنتخب المغربي مش يمشي للبعيد في المونديال هذا. معناتها سايب كل المنتخبات وقال لهم المنتخب المغربي قادر يمشي للبعيد في معناتها علاش يسمى فما علاقة قوية ياسر بين المراركة وهولندا في الكرة القدم. ديستيناسيون بريفيري للمراركة معناتها كأول وجهه ديما كي يمشيو للمروك مش المغرب لهولندا معناتها كالسوا ولا كوره. والهولنديين عندهم ثقه كبيره في البرودوي باروكا نتاع الكوره. لا بروفوني لي ميور جوار تعداو اترافير البطوله الهولنديه. المنتخب المغربي البارح فريمون مش كان البارح، حتى مباراه كرواتيا في مباراه كرواتيا هو ظهر معناتها امكانيات كبيره ياسر، كان مأمن بروحه. وهذا زاد اكدوا البارح راهو كي نحكيو على كرواتيا اللي في 2018 وفي واصل دومي فينال التورنوا اللي فاتت. المنتخب البلجيكي فينال نهائي. المنتخب البلجيكي من احسن المنتخبات اللي تي فافوري معناتها دومي فينال. معناتها راهو كي توصل تعمل بيرفورمانس كبيره، مش بيرفورمانس كبيره ضد زوز منتخبات وماهيش بالزهر بيان سور. لا مدروسة مش مدروسه، معنا استحقاق. معناتها كي شفنا البارح راهو بالزر تمركي بونتو وتبدا بلجيكا شدتك. راي هولندا سجلت الهدف الاول تنحى، سجلت الهدف الثاني وسجلت الهدف الثالث وضيعت فرص امام منتخب من اعتى الفرق الاوروبيه. معناتها منتخب بلجيكا احسن لاعب في انجلترا راهو دي براين وهازارد ولوكاكو من بعد. معناتها اللاعبين ممتازين جدا. اللي عجبني في المنتخب المغربي انه منتخب مأمن بامكانياته، عنده امكانيات، مدرب يعرف شنو يعمل، ما عندوش حكايه نجوميه زياش كي صارت له مشكله مع خليل زيتش قبل كي كان. اليوم رجع وظهر شنو هو زياش. معناتها لا مش تيتولير عندي سكوتاب، معناتها لو ستار دو ليكيب ماروكان، معناتها احسن لاعب. الراجل كي شفت الفانت اللي عملها في البونتو الثاني كيف فانت كور رجع ومشى به معناتها مش نابورت كي، معناتها خليه ما فهم شيء، ما وقفوا الراجل ما فهم شيء. معناتها ولو جوار اللي تي رومبلاسي راهو احنا دي زونترونور بارفوا كي تعمل شونجمون في ال 15 مينوت الاخرانيين وتبدا انت خاسر انت رابح يا ربي. تبدا الاكسيا معناتها يبدا عندك كان جوار اتاكون ماشي على سيرتا مومو تحطه وحده تحطه واحد في الاكسيون هذيك. شوف قداش في 80 وداخل وفي السيمتر مش يعاون فيه. هذاك من الاتاكون اللي يلعب في الدوري السعودي اللي دخل الاتاكون اللي عمل الديفياسيون الاولى، حمد الله اللي عمل الديفياسيون الاولى، راه مهاجم ممتاز جدا. كلهم شاركوا، اللي دخلهم الكل شاركوا في الاكسيون. معناتها هذاك مهاجم ممتاز جدا راه في الدوري السعودي. مره اخرى باش يظهر لك الدوري السعودي شنو اللاعبين وامكانيات اللاعبين اللي يلعبوا فيه. لا بالعبد الله هذاك كي كان في النصر، كي كان في الاتحاد في النصر السعودي صبيري بوخلي اللي دخلوا زوز هما اللي سجلوا. لا اللي دخلوا زوز ماركاو واللي يعمل الديفياسيون تاع البونتو الثاني دخل اللي تي رومبلاسي. معناتها باش تظهر لك الامكانيات البشريه الافكتيف الموجود على ذمه الركراكي راهو من احسن ما ثم في الدوريات الاوروبيه. باش نرجع لك على الركراكي. الهدف تو في تولوز وين كان؟ في ازيد الكمال في هولندا. نسمع بعضنا بالحق تركزوا على وليد الركراكي شنو قال في كونفرنس بريس بعد المقابله.
كان بزاف بريسيون باش ما نكذبش عليك، الدراري عندهم بريسيون باغيين يفرحوا هذا الشعب في لوتيل. ديما كنهضروا كنشوفوا في المغرب الناس كيستناو هذا الرباح، كانوا كيستناو هذا كاس العالم، دونك عندهم ديك بريسيون. يمكن هذه ما كتعاونناش، ديما كنبداو الماتش انا باغي نحيد لهم هذا الشيء، ويمكن انا في لي كوزري ديالي كنعمرهم يمكن بزاف على البلاد وبالحق باغيين يديروا شي حاجه، باغيين يفرحوا هذه البلاد. ومهمه الفرحه ديال اليوم مع الجمهور اليوم اللي جا. ملي كتشوف هاد المغاربه كيجوا من العالم كامله، من المغرب من الامريكان من اوروب، باغيين بلادهم. كتحس ملي كنت كنقول عائله في الوداد، حنا عائله كمغربي كنفرحوا على البلاد وحسنا بها. والدراري باغيين يتقتلوا، باغيين يدخلوا في ليستوار. انا بالنسبه لي دخلوا في مستوى باش تربح بلجيكا اليوم، درتي التعادل مع كرواتيا. خصنا نبقاو كونسونطري. المشكل اللي عندي اليوم باش ما نكذبش عليك هي لي بليسيور. عندنا بزاف لي بليسيور، ضيعنا بزاف قبل الكوب دي مون مع حريت مع لوزا مع ماسينا مع به. سمعتوا شنو قال وليد الركراكي؟ بالطبيعه معناها حكايه على الكوتي نتاع الببليك نتاع الجمهور. قال لك الدراري دخلوا يقاتلوا، الاولاد دخلوا يقاتلوا في المقابله. نرجع لك امين باش نحكيو على الباساج نتاع خليلوزيتش، مشكلته مع حكيم زياش، يضحيوا خليلوزيتش على خاطر زياش يكونفيرمي. نرجع لك بعد. عندك انت متثقف على المغرب شنو عندي؟ اي فوالا ابار ضحاو بيه على زياش زاد الديسيبسيون في الكود افريك. لا بوان دو ريزولتا زاد. شوف فما ظهر تفكير محترم جدا كومباراب من الفيدراسيون الملكيه المغربيه. شوف فما حاجات انا باتوشي كيقول لونترينور فلان ما يجيش، ما يكسروش كلمه لونترينور لهنا معناها يحترم. وهذه برافو كيلكو سوا شكونوا الملاعبي. جا اونترينور واحد اخر مشى هكا، جا اونترينور واحد اخر قرروا كيف يحترموا. وما كيما نقولوا انا الحاجه اللي تعجبني يا خويا جبت انسان ولا جبت انسان مسؤول على الاختيارات، تحترم اختياراته وما تسقطش عليه حتى شيء. دونك هذه الاولى. الثانيه نمشيو نحكيو شويه تكنيك. راهو ورقه قويه ياسر خسرتها المروك. سينو نرجع لك معناتها سؤالك ونجاوبك بنعم كبيره. نعم كبيره اللي تنجم تقدر تمشي لبعيد، اللي هو امين حريت. امين حريت معناتها معناتها خذاها المغرب قبل المونديال، معناتها ضربه خايبه ياسر. وكان في معناتها كورب ياسر كرواسونت مع مارسي، وكان يكون حل كبير ياسر بلاصه بوفال. اوروزمون بوفال في فورمه ممتازه. اوروزمون ما خاطر بوفال ملاعب كبير ياسر. شنو هو اللي معناتها خلى بوفال ما يعملش اون تري جراند كارير؟ راهو الكونستونس في الروندمون. بوفال يعمل لك حاجات اكسبسيونيل عمرك ما تراهم، اما يمشينيش حتى 5 ماتشات ورا بعضهم، يعمل لك 2-3 ماتش ماكسيموم وبعد يعاود يدخل في هيك يعمل زوز يكمل الثالث وبعد يرتاح. كيفاش اسمه حتى بنعرف قبل نفس تقريبا التفكير، نحكي مش ستيل دو جو نفس التفكير. دونك كي خرج امس اللي يعجبني شنو الشونجمون اللي صار رينا. فما ملاعبي شكون اللي خرج ديسيو شويه معناتها ما حبش يخرج. هو بوفال ما حبش واللي تخلى من بعد سجل الهدف يظهر لك اللي لونترينور قاعد عارف شنو يعمل وقاعد تفكير دارس. وهذا هو ريت حتى لو كان المغرب ما ربحتش تحس المغرب عملت اللي عليها. ومن بعد ريشيت مشات كره ما مشاتش. كان نجم زياش مثلا ما يتصرفش هكاكا، ولكن نجم كي مسها الكره لاتاكون شو اسمه اللي سجل الهدف الثاني زكريا بوخليل. كان نجم بوخليل ما يحطش ساقه كما يلزم، تمشي لبرا ولا تضيع كره تولوز ولا يعمل اكسبلوا مثلا دي بروين تولي 1-1. لكن الكلام مش يقعد هو بيدو. كما احترمنا المغرب تروح بعد تروح كرواتيا، كما بعد تروح بلجيكا ترفع القبعه. تفضل امين.